او الجماعة قالك منقدرش نطلعك لايف. يا خويا عذرا، قالك لانه اول مرة ندير لايف منقدرش نطلعك لايف، ما على باليش. الاخ اسماعيل، انا قريت تحليل اقتصادي في كلية الاقتصاد في دار ابراهيم، وحاليا نقرأ علوم سياسية في لندن. هل هنالك أي أسئلة واحدة أخرى؟ خويا أيمن، فقدنا الأمل. لا ما تفقدش الأمل. علاش تفقد الأمل؟ مادام ربي موجود دائما كاين الخير. وتذكر واحد الحاجة، البلاد مرت في ظروف أصعب ومن بعد تحسنت، وإن شاء الله تتحسن مرة واحدة أخرى. ربي يوفقك، بارك الله فيك. علاه القنوات الإلكترونية مطبلة من طراز رفيع أكثر من القنوات الفضائية؟ السبب بسيط، أنه مرتبطة بالإعلانات اللي توزعها الوكالة الوطنية للنشر والإشهار. لو تقول أي كلمة يمينا أو يسارا يقطع عليها الإعلان، بينما القنوات الفضائية هي أيضا متحكم فيها، بصح عندها شوية هامش. لماذا؟ لأنه الإعلانات تجيها من الوكالة الوطنية للإشهار، وأيضا من المعلنين الخواص، يعني عندها إعلانات عمومية وإعلانات خاصة. تقدر تتنفس شوي، ولكن ما هوش بالدرجة الكافية، يعني حتى هي مسيطر عليه. الأخ برهان، هل صحيح خبر حربة الجنرال ناصر الجن؟ حسب ما ذكرت صحيفة الكونفيدنسيال الإسبانية اليوم تحديدا، فقد وصل إلى إسبانيا وتحدث مع السلطات الإسبانية وقالوا له لماذا هربت من الجزائر؟ قال لهم لأنني كنت أعلم أنني سأقتل قبل أن أقف أمام القاضي. ولاو يهربوا. الأخ نور الدين قال لك لما ولاو يهربوا هما، احنا نبقاو برك في البلاد. هي مشكلة. بكري تهدر مع واحد يقول لك أروح للبلاد وعارض، أوكي. مدير المخابرات نفسه هرب. مدير المخابرات هذا واثق باللي ما كانش عدل في البلاد، هذا هرب. قبل ما تقول يروح للبلاد ويعارض، شوف مدير المخابرات قنعوا انه يرجع للبلاد ويعارض. البلاد لا، يعني للاسف الحكومه لا توفر ضمانات التقاضي النزيه للمواطنين. حتى لو ما تكون بريء تخاف توقف قدام القاضي. خلينا نصارحوا انفسنا، يعني حتى لو ما داير والو يحبسك بوليس تخاف، بينما الشعور الطبيعي انه لما يحبسك بوليسي تطمئن. يجيك استدعاء من الشرطه تخاف مع انك تكون ما تداير والو، وهذا شعور غير طبيعي. يفترض المواطن الجزائري لما يجي استدعاء من الشرطه يروح وهو مطمئن. توقف قدام قاضي يفترض انك تكون مطمئن مادام ما راك داير والو. حنا تكون ما داير والو، صفحتك بيضاء بريء، ليس عليك اي ملاحظات قانونيه، ولكن لما توقف قدام شرطي، توقف قدام دركي، توقف قدام مير، توقف قدام قاضي، توقف انت مقلق، لانه عندك احساس باللي البراءة نتاعك ما هيش مضمونة، والبراءة نتاعك ما تكفيش، يقدر يحكموا عليك باحكام ظالمة عادي جدا. ابن الزهراء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سي محمد، الجن حاب يسكن اسبانيا، اصلا عنده ممتلكات في اسبانيا. نونو، هل الجزائر تستحق ما يجري؟ الجزائر لا تستحق ما يجري، لكن بيقين أنه إحنا الجزائريين مسؤولين على مصير بلادنا، باش حتى واحد ما يضحك على روحه. يعني إحنا كلنا مسؤولين على مصير بلادنا، كل واحد في قدر الاستطاعة نتاعو. الطبيب، المهندس، المير، الجندي، مش عارف أنا، كل المواطنين الجزائريين عندهم ما يقدموا لبلادهم، ويمكن لنا جميعا أن نخليه هذه البلاد تمشي إلى القدام، كل حسب استطاعته. اسماعيل بلومبي، أنت كيف وصلت لندن؟ والله راك فاتح معي تحقيق. وصلت بالطيارة أخي العزيز، شريت بي وطلعت في الطيارة، وصلت قلت لهم السلام عليكم راني هنا، وانتهى الموضوع. كيف رانا نوصل لندن؟ يعني الطريقة اللي وصلوا بها لندن هي في الطيارة. الأخ موحى ميلانو،
المصدر تاع هذه المعلومة هو جريدة الكونفيدنسيال الإسبانية، تقدر تدخل بنفسك تشوف الموقع نتاعها. وقد نسبت الخبر إلى مصدرين: أولا شهادات مهاجرين جزائريين، وثانيا الحكومة المحلية في مدينة أليكانتي. هذا هما المصدرين. كاتب المقال هو إغناسيو سومبريرو، هذا اللي كتب المقال، هو صحفي إسباني مرموق. وعادة إذا كتب على الحكومة المحلية يعني نسب خبرا إلى الحكومة المحلية، إذا كان هذا الخبر خاطئ ستقوم الحكومة بتكذيبه لأنه يترتب عليه مسؤولية سياسية. إذا كان الخبر صحيح لن تكذبه الحكومة. نشر أخبار كاذبة في أوروبا ليس مزاحا، ماهوش مسخرة، وبالتالي قدامنا ساعات. إذا الحكومة المحلية في أليكانتي أو الحكومة الفيدرالية في مدريد ما أصدرتش تكذيب للصحيفة فقد أصبح الخبر رسميا. الأخ مفتاح، تروح لدار الشارع مظلوم وأنت خايف فعلا. الأخ تفكيره غريب، الله يرضى عليك إن شاء الله. هروب نصر الجن هل يهز عرش النظام؟ نصر الجن هو خزانة الأسرار تاع النظام، أكيد لديه ملفات الجميع. نصر الجن هو الشخص الذي يعرف كل شيء عن كل جزائري. الآن هو قدامه خيارين، يعني يقدر يبقى في إسبانيا ويساومهم، يقول لهم أخطوني نخطيكم، وهذا خيار موجود، أو أنه يكون خرج بشعور من الغضب ووقتها يبدأ يفضح فيهم إما بطريقة مباشرة أو غير مباشر، ووقتها يمكن أن يؤثر عليهم لأنه ما يعرفه عنهم مؤلم جدا. إسحاق قال لك أنا بلم تمثل تخاف من الشرطة. ما هو سبب هروبه؟ خويا يوسف، ما نقلته صحيفة الكونفيدنسيال الإسبانية بقلم الصحفي إغناسيو سومبريرو. واش قال؟ قال بأنه جنرال عبد القادر حداد المدعو ناصر الجن قال للسلطات الإسبانية عندما تحدثت معه وسألته لماذا فررت من الجزائر، قال لهم كنت أعلم أنني سأقتل قبل أن أقف أمام القضاء. قال لهم كنت عارف، ماهوش كنت أظن، كنت عارف بأنهم رايحين يقتلوني قبل أن نوصل للقاضي. يعني هو كان مسجون في السجن العسكري وكانت المحاكمة نتاعو مازال، فهو قال للسلطات الإسبانية بأنه كان متأكد بأنهم رايحين يقتلوه حتى قبل أن يوصل للقاضي، قبل أن يقف أمام القاضي، بمعنى أنه يحمل أسرار كبيرة سيكون من الخطير أن يقولها أمام القاضي. صحيح، تعلق على منشور تلقى روحك في سلونة، وهذا وضع صحيح في البلاد. أخ محملان نظن أني جاوبتك. أخ نور الدين، ما درت والو، بيتوني ليلة في الحبس وشارعت عليها والله بقيت مشوكي، هدرة ما هدرتهاش حتى تدخلوا. فعلا في أحيان كثيرة ما تدير والو تكون بريء، ولكن تلقى نفسك يعني في أحكام ظالمة. أنا أعرف شخص تحبس عامين تحت التحقيق، بعد العامين أعطوا له حكم بالبراءة. تخيل، عامين راحوا من عمره ودمروه تماما وبعد أعطوا له حكم بالبراءة. يعني بعد العامين قالوا له الله يسامحنا خويا العزيز كنا غالطين فيك، وهاك حكم بالبراءة. طيب العامين اللي دمرتهم فيهم حياته، الزوجة نتاعو اللي طلقت، أولاده اللي تشردوا، الخدمة نتاعو اللي فقدها، هادو كيفاه يقدر يسترجعها؟ الأخ مجيد يبدو أنها حكاية أموال وفساد كبير استفاد منها جميع جماعة الصحة. الله أعلم، الواحد لا يكذب في ما لا يعلمه. أخ جلالي بارك الله فيك، الله يجازيك كل خير. الأخ شادو، وش حكاية وزير العمل السابق؟ وزير العمل وزير العمل السابق قالوا بأنه قد تورط في شراء
عقار غير مكتمل بقيمة حوالي 500 مليار سنتيم، فهو شراه باعتباره عقار مكتمل، بينما الحقيقة أنه هذاك العقار ما هوش مكتمل. يعني كان يفترض أنه الوزارة نتاعو لا تسلم القيمة الكاملة للصفقة للمقاول لبناء العقار حتى يكمل الخدمة، فهم عطاو له دراهم قبل أن يكمل الخدمة، واعتبروا أنه العقار تم إنجازه. على كل حال باش نكونوا منطقيين، يعني حتى كل هذا الكلام هذا يبقى محل علامة استفهام، لأنه ما على بالناش الظروف اللي صرا فيها التحقيق، وهل هذا العقار مكتمل أو غير مكتمل. هذا ما صدر به يعني التحقيق الأولي، لكن ما نقدروش نجزموا مدى دقة هذا التحقيق. سلام صديقي ميكائيل، أهلا وسهلا. بالنسبة للسيارات كاين واحد الجزء ما يتحدثوش عليه بصفة دقيقة. الحكومة تحاول أن تمنع المواطنين الجزائريين من اقتناء السيارات. تعرفوا علاش؟ لسبب بسيط، لما يزيدوا تزيد أعداد السيارات في الجزائر، وش يزيد أيضا؟ يزيد استهلاك البنزين اللي هو واحد من المشتقات نتاع البترول. احنا انتاجنا نتاع البترول تدريجيا، غالبية هذا الانتاج هذا راهو يتم استهلاكه داخليا. لما تزيد عدد السيارات يزيد الاستهلاك الداخلي، ومن بعد تصبح الكميات الموجهة للتصدير قليلة جدا. فهم يحاولوا أن يسيطروا على هذا الموضوع عن طريق تقليل عدد السيارات في البلد. إنتاجنا من البنزين أيضا ما هوش قوي جدا، وإلى فترة بسيطة كنا نستورد البنزين. حاليا نحن نحاول أن ننتج ما يكفي من البنزين للمواطنين الجزائريين، لكن إذا زادت عدد السيارات في البلاد الاحتياجات راح تكون كبيرة جدا، وستتحول الجزائر من دولة منتجة للبنزين إلى دولة مستوردة للبنزين ودولة مستوردة للبترول. هذا السبب في محاولة تقليل عدد السيارات في الجزائر. أين العقال الجزائريون؟ الجزائريين جزء منهم يدير الحساب المنطقي، يقول لك أنا نكتب كلمة نلقى روحي في الحبس، علاش نتكلم؟ أنا هذو ما نلومهمش. الأخ أنيس قال لك نريد حلولا. الحلول تطلب ممن في يده الحكم، أما مواطن كيف وكيفك ما عندوش أي مقدرة. أنا وأنت ما الذي في يدينا؟ أنا هل تحتي لي وزارة الاقتصاد ولا وزارة الزراعة ولا وزارة الثقافة؟ ما هوش تحتي لي. اللي تحتي لهم هما الحكم الحالي، هذو اللي لازم تطلب منهم الحلول. أما مواطن كيف وكيفك، مواطن هذا ما هوش قادر حتى يوصل المعلومات مع أنها حق دستوري، كيف راح تطالبوا بالحلول؟ لما نفتح نقاش مع بعضنا يمكن لنا أن نجد حلولا، ولما نحصل على المعلومات يمكن لنا أن نجد حلولا. احنا رانا عايشين في بلاد تقريبا والله أعلم عاجزين عن معرفة ما يحصل فيها. راك متخيل عايش في بلاد ما تعرف عليها والو؟ هذيك هي البلاد تاعنا. الأخ مهدي، علاش تحبوا تصدقوا الكذب؟ علاش تحب تنشر الفتنة؟ جميل جدا، سؤال مليح. تعرف أنه من واجب الحكومة وفق الدستور الجزائري أن تعطي المواطنين المعلومات. الآن لما الحكومة في قضية مثل هذه، كما قضية هروب مدير الأمن الداخلي، الهروب المفترض لمدير الأمن الداخلي، لما هي ما تقومش بواجبها الدستوري في أن تعطي المعلومات للمواطنين، وش راح يصير؟ المواطنين رايحين يسمعوا الشائعات. إذا قبل أن تلوم على المواطنين، قبل أن تلوم المواطنين، لابد أن تلوم النظام، تلوم الحكومة على أنها ما درش الواجب الدستوري نتاعها في إعلام المواطنين بما يحصل في بلادهم. هل تجيك طبيعي نتايا أنه لوموند الفرنسية والكونفيدنسيال الإسبانية والقدس العربي اللندنية يحكوا على مواضيع داخلية في الجزائر، وفي الجزائر ما يحكوش عليها؟
يعني الموضوع هذا يجيك طبيعي.